المطاريد قالوا لك ايه بقى؟ احنا هنعمل جيل زد والشباب دي هي اللي هتنزل تبهدل الدنيا وتعمل ثوره وهتحقق اهدافنا. والشباب اول ما لقوا حاجه في مصلحه بلدهم نزلوا بالاعلام يفرحوا ويطوفوا في الشوارع. شوف المطاريد بقالهم كام سنه شغالين عليك وانت في كل مره بتخزوقهم. ومش بس كده، ده انت بقيت تخش تحط عليهم حتى في الصفحات بتاعتهم. دلوقتي تدخل على اي صفحه من صفحات المطاريد تلاقي المصريين فاحتينهم في التعليقات. امبارح كلهم طلعوا بنفس واحد: هو انتوا بتفتحوا المتحف وبتفرحوا وفي ناس مش لاقيه تاكل؟ شوف هو بيدلس وعامل نفسه خايف عليك، وانت عشان فاهم تدليسهم وخبثهم دخلت تحط عليهم في التعليقات. هو طول عمره بيطبل لك من الناحيه ديت: يا عين الشعب المصري غلبان، اصل الشعب المصري اللي مش لاقي ياكل، واقل واحد في مصر ياكل 10 منكم. شعب مصر يا مطاريد هو اللي شفتوه امبارح وهو راسه فوق السحاب. شعب مصر يا مطاريد عاصي عليكم، ومهما صرفتوا ومهما عملتوا هيفضل برضه شعب مصر يحط عليكم، ولا هتعرفوا تحققوا اي هدف بتسعوا ليه.